حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. احلى فراخ هتاكلوها باحلى صوص كده يعني. فطار هتعملوه في ساعه بالظبط ويبقى جاهز. كل حاجه جاهزه، كمان اقل من ساعه. انا كنت راجعه متاخره وكان عندي مشاوير كتير، وبصراحه يعني داخله المطبخ كانت الساعه 5 الا ربع تقريبا، وخلصت كل حاجه قبل المغرب. عملنا بقى شويه مكرونه، والفراخ دي بصوص يجنن. طعمها حلو جدا، احلى بقى ما نقليها. مش شرط يعني البانيه نقليه. وعملت جنبها سلطه الزبادي بالخيار، تحفه تحفه. بجد يعني اكله في منتهى الجمال، هستناكم تجربوها. وهستنى رايكم في التعليقات. يلا بينا على طول نبدا بالطريقه ونسمي الله. انا كان معايا بانيه سمكه كده زي ما انتم شايفين، يعني مش رفيع قوي ومش سميك قوي. بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. حطيته كده وغسلته وصفيته كويس، ونزلت عليه برشه من الملح والفلفل الاسود، وكمان رشه من الثوم الباودر والبصل الباودر. وعملت له كده بقى مساج ودلكته كويس قوي في التتبيله دي. هركنه على جنب كده بس 10 دقايق. وبعدين هنولع بقى على ميه عشان نسلق المكرونه بتاعتنا. حطيت فيها معلقه زيت ونص معلقه من الملح، ونزلت بالمكرونه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش هتاخد معاكي وقت خالص يعني في السليق. ما كملتش معايا 10 دقايق على النار. بس هركنها بقى على جنب وابتدي احضر الصلصه بتاعت المكرونه. حطيت معلقتين كبار كده من الزيت، ونزلت عليهم بمعلقه صغيره من الثوم المفروم. هبتدي اقلب فيه لحد ما يبتدي ياخد لون. انا كنت مصلصله طماطم وشايلاها في الفريزر. لو عايز عندك طماطم فريش وعايز تعمليها اعمليها. انا هنزل بكيس الطماطم اللي انا كنت شايلاه اول ما الطومه بتاعتي تتحمر، اللي بيبقى فيها كده. هنا بقى كده اخدت لون، وهنزل على طول بقى بالطماطم عليها. وهنزل كمان بمعلقه من معجون الطماطم، ونزلت عليها كده برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. وهنزل عليهم رشه من السكر. وهقلب كل الكلام الجميل ده في قلب بعضه. ظبطي بقى الشطه على حسب ما بتحبيها. مشطشطه ولا لأ. انا هنزل كمان بنص معلقه صغيره كده من الشطه. هقلبها كده وانقلها تتسبك كده وتعمل وتغلي على جنب. هنا المكرونه بتاعتنا كانت اتسلقت. نزلت بس بكوبايه كده من ميه السليق على جنب، وصفيت المكرونه. هنا حطيت بقى زيت في الصينيه دي، أنا عشان كبيره فقلت هعمل فيها. لو عندك بقى صينيه ما بتلزقش فيها او طاسه هتبقى احلى بكتير. بس الطاسات عندي كانت صغيره، وانا كنت عايزه اعمل الكميه الكبيره على بعض. على طول غلفيها كده في قلب النشا على كل جهه بالراحه، ونفضيها جامد، ما تتكيش عليها. ليه نشا؟ النشا يديكي تبقى من بره كده مقرمشه، او الطبقه بتاعتها لازقه وحلوه، ومش وطريه برده من جوه عشان الصوص اللي هنعملها. اول ما هتاخد لون على كل جهه هنقلبها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونها هنا حلو ازاي؟ لونها بصراحه في منتهى الجمال. هبتدي بقى اشيلها كده كلها خدت لون، وانزل الجديد ولحد ما اخلص كل الكميه بتاعتنا. الصوص اللي نزل من قلب الفراخ دوت انا هفضيه في بوله، وغسلت الصينيه انا هرجع استخدمه تاني. فلو في حاجه تيفال هتستخدميه على طول، بس انا عشان الصينيه ما تتحرقش مني فخدتها غسلتها وابتديت احط فيها الصوص بقى اللي نزل من الفراخ. نزلت عليها بنص كوبايه من الميه، ونزلت عليها بشويه كده من الثوم المفروم، وعليهم شبت وكزبره. وكمان حطيت عليها نص معلقه من الزعتر، موديه ريحتها في حته تانية خالص. شايفين الطبقه بقى متماسكه جدا ولونها حلو قوي. ونزلت عليهم كمان كده بمعلقه من الزبده. قلبتها بقى كويس في قلب الصوص دوت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعدين عايز تنزلي عليها بعصره ليمونه. انا قطعت ليمون شرايح. شكلها حلو جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي. الشبت والبقدونس مودين طعمها في حته تانية خالص. وكمان مكعب الزبده اللي حطيناه مع فصوص الثوم. الثوم طبعا ما تحمرش، احنا حطيناه على الميه او المرقه لو عندك. تحفه. هنا خلاص الصلصه بتاعتنا غليت، نقلتها في حله تانية، وحطيت عليها كده نص كوبايه من ميه سلق المكرونه. وبعدين هننزل بالمكرونه بتاعتنا. بجد يعني اكله في منتهى الجمال. هنعمل جنبها بقى شويه سلطه زبادي بالخيار، تحفه عظمه يعني. انا هنا بشر الخيار ومقطعه شبت صغير، وهنزل عليهم بكوبايه من الزبادي البلدي، 4 معالق كبار من المايونيز. انا عملت معاكم السلطه قبل كده، فكركم بس بيها، ورشه كده من الملح. وكمان هحط لها رشه من الكمون، وهنقلبها كويس جدا، ومعلقه صغيره من زيت الزيتون. احلى سلطه زبادي بالخيار هتاكليها. نص ليمونه. قلبي الكلام الجميل
ده كله في قلب بعضه واحلى عظمه بجد، يعني اكله خطيره. جربي الفراخ بالصوص ده هتعجبكم قوي قوي. ممكن تعملي جنبها شويه رز مبهر او مكرونه سباكيتي زي ما احنا ما عاملين كده. لون الفراخ حلو وطعمها يجنن. هستناكم تجربوها واستنى رايكم في التعليقات. رشي بقى على الطبق كده رشه خضره، بصراحه شكل الطبق كان حلو قوي قوي في التقديم، وطعمها عجب كل اللي جربوها. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي ما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو. ولو انت مش مشتركه في قناتي انا هستناكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. الطبق يعني بصراحه شكله عظمه، نتغزل فيه شويه. شايفين بقى سلطه الزبادي بصراحه كانت حلوه قوي مع الاكله ولايقه عليها، ولما بعمل الرز المبهر بتبقى برضو تحفه. بألف هنا وشفا مقدما لو هتجربوه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وباي باي.